اتعلمت ان انت لما تيجي تعمل بيزنس ما ينفعش يبقى نفسك في حاجه وتعملها. انتوا عارفين انا برضو اول ما طلعت الموبايلات النوكيا دي والنغمات قمت فاتح تحت بير السلم حرفيا. يعني ايه تحت بير السلم؟ يعني ما تخش البيوت القديمه مفيش اسانسير فتلاقي السلم، فالسلم بيبقى فيه تحتيه حته كده اول بتاع، فدي اسمها تحت بير السلم. فقمت انا تحت بير السلم ده قمت جاب خوص والله وحطيت صور عمرو دياب في مدخل العماره. ما كانش معايا فلوس اجر محل، ونزلت الكمبيوتر ونزلت شويه برامج وقلت كونتر للنغمات وبقيت ادخل نغمات، النغمه بربع جنيه او ب 35 قرش. انا كنت عايز افتح بيزنس وخلاص، كان نفسي افتح سايبر انترنت بس ما كانش معايا فلوس، وبرده فشل ليه؟ لان برده جولي اصحابي، جه عز المخبر ساعتها الله يمسيه بالخير قال لي يلا بابا اطلع فوق واقفل باب المدخل، اتكل على الله انت بتعمل ايه حرفيا. وطلعت اتعلمت انا ايه في مقله اللب، اتعلمت ان لازم يكون في للبيزنس بتاعي لو انا عايز اعمل بيزنس ناجح كنتش اعرف يعني ايه ماركت ريسيرش، عشان ما حدش يطلع لي في فيديو يقول لي ماركت انا كنتش اعرف يا بابا. انا كنت في ثانيه ثانوي حضرتك، كنت في ثانيه ثانوي في الاجازه ورحت دهب، كنت باخد في الهي وشي وات تحط معاهم اي ان جي تبقى ده في مضارع. ده حضرتك ده التعليم اللي كنت باخده. كنت في الدويدار، كنت في مدرسه الدويدار باشا بس الدويدار، فده التعليم اللي كنت باخده. فما كانش عندي معلومات ربع اللي عند حضرتك دلوقتي، ولا كان في انترنت، ولا كان الكمبيوتر ده بنسمع عنه ما بنشوفوش. اتعلمت ايه؟ اتعلمت ان مش لازم يبقى في ماركت ريسيرش بس لازم يبقى في ماركت ريسيرش، لازم اعرف، وكنت لازم اسال، وكنت لازم اروح الفنادق قبل ما افتح، وكنت لازم اسال الناس اللي فاتحين في البلد قبل ما افتح، وكنت لازم اعرف هو هتشتروا ولا مش هتشتروا، طب حلو ولا مش حلو. وكنت لازم قبل ما اشتري المحمصه اتليست اروح اشتري لب جاهز وابيعه، ولما ربنا يكرمني اشتري المحمصه، ولما ربنا يكرمني اجيب عربيه الفشار، ولما ربنا يكرمني ابقى انوفيتيف واعملها دايولانوس. ما اروحش القرشين اللي حوشتهم اصرفهم عشان عايز انا اعمل احلامي. ده انا عملت الباترينا بتاعت اللب دي بخشب الشجر، يعني الله يمسيك بالخير يا رفعت، طلعت عينه رفعت لان خليته يقطع لي الخشب. جبت شجر، رحت اشتريت شجر، ما اشتريتش خشب، اشتريت شجر كامل، وقلت له انا هقطع الشجر ده بقى عشان اعمل بيه العواميد على ميله لب، عشان عايزه شكله يبقى ناتشر، عشان الاجانب هيحبوا الشكل ايه الناتشر والطبيعي. قال هم ما عندهمش شجر. والله ما كنت اعرف، ده عندهم شجر قد كده. انا ما كنتش اعرف ان الحاجات دي هتبقى ملفته او مش ملفته. قفلت مقلة لب وفتحت محل استديوهات وشرايط كاسيت. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتات هطلع لك تاني كل يوم.